عملنا النهارده حبايبي مع بعض مهلبية يوسف افندي. ده كنت عصراه ومخليه في الفريزر عشان رمضان، من ضمن العصاير ده يوسف افندي. حطيت الكميه اللي انا كنت حطاها دي لما الكيس فك وكده، حطيت له معلقتين نشا ومعلقتين سكر كوب عشان ما بحبش السكر كتير، وعملته بالسمك اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. ده استفندي كنت جايباه في رمضان ومفرزاه في الفريزر، طعمه مزز وجميل جدا. جربوه ان شاء الله. لو اللي عندكم استفندي لحد يكون مفرز استفندي يعملوا كده مهلبيه، بيبقى طعمه جميل جدا. انا كنت هزوقه بالشوكولاته، بس قلت احط عليه كريم بتاع ده كراميل، نغير يعني. انا عندي اكياس كراميل هزوقها بيه. حلوه الحاجات لما بنفرز الفواكه دي في الفريزر، بتنفعنا في الصيف، تبقى عندك سهله كده تطلعي وتعملي. هو كيس كراميل هو اللي عمل لي الثلاث اطباق دول، مش هحط اكتر من كده. زي ما قلت لكم احنا بنحط سكر قليل، فعشان كده حطيت الكراميل بقلب جامد يعني. انما انا عندي شوكولاته شيبس ممكن كنت احطها، بس قلت اغير لاني كنت لسه عامله مهلبيه وكنت احط لها شوكولاته، فقلت النهارده نغير ونحط كريم كراميل. وكده خلصنا يا حبايبي الكريم كراميل هو عامل زي الكريم كراميل، المهلبيه بالكراميل. يا رب تعجبكم الطريقه، طريقة مهلبية استفندي بالكراميل. يا رب تعجبكم. خشوا الفيديو بقى وشوفوها، احلى مهلبية. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. ازيكم حبايبي؟ انا بعمل النهارده يا حبايبي مهلبيه استفندي. كنت عندي في استفندي في الفريزر، وكنت عصراه ومحضراه، طلعته فك. حطيت له الكميه دي معلقتين نشا ومعلقتين كبار سكر، ما بحب السكر كتير، وحبه فانيليا صغيرين كده، وببدا اقلبه بقى لحد ما يتقل ونحضره احلى مهلبيه استفندي بطريقه بسيطه وطعمه جميل ومزز. افضل بقى اقلب فيه كده لحد ما يديني القوام اللي انا عاوزاه، ونبدا نغرفه. انا مش هحط فيه اي حاجه، ولا جوز الهند ولا اي حاجه. هو يا دوب الاستفندي كده هيستوي مع النشا، واحضره في الاطباق وبس. هفضل اقلب فيه كده يا حبايبي، متسيبوش لحد ما يبدا يتقل عشان ما يلزقش ويتحرق. مهما توطي عليه برضو لازم تقلبي فيه كده كل شويه. ده نجاح المهلبيه، انك انت تهتمي بتقليبها اول ما تحطيها على النار، حتى لو النار ضعيفه. بصوا حبايبي ما شاء الله بدا يتقل اهو. لازم يكون ما هو كده بيغلي، لازم تبقى ايديا فيه. انا مش عاوزاه غسيل قوي ولا خفيفه قوي، عاوزاها مهلبيه كده طريه يعني، لا ناشفه ولا سايبه. كده خلصناها، نبدا بقى نغرفها ونحضرها في الاطباق.